أول ما حضرتك صليت على سيدنا النبي تحول العمل منك إلى الله، فصار العمل عمل ربنا. عملك أنت يا غلبان يا أستاذ هشام بين القبول والرفض، إنما عمل ربنا إيه؟ نفس. خلصنا. إزاي؟ حضرتك لما بتصلي على سيدنا رسول الله، من صلى على رسول الله صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. شفت اتحولت ليه بقى؟ بقت صلاة مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. وصلاة ربنا مقبولة دائما. ادي السر. طب ربنا يصلي عليا ازاي؟ خلي بال حضرتك، الله يصلي على سيدنا النبي، والملائكة تصلي على سيدنا النبي، والبشر يصلوا على سيدنا النبي. صلاة الله على رسول الله تعظيم، وصلاة الملائكة على رسول الله ثناء، وصلاة المسلمين على سيدنا رسول الله دعاء. ادي الفرق ما بين. طب هو ممكن ربنا يصلي على حد غير سيدنا النبي؟ ما فكرتش فيها قبل كده. القرآن رد. القرآن بيقول لي ممكن ربنا يصلي عليك. أنا الإنسان العادي. الإنسان العادي، المسلم العادي جدا. ده ورد فيها نص قرآني؟ أقول لك؟ يا ريت. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم. الآية بتمر علينا مرور الكرام. تأمل فيها بس. هو الذي يصلي عليكم. الله. طب يلا نشوف حاجة تانية. يعني هنا لم يختص أحد عينه خالص. يصلي عليكم جميعا. يصلي على كل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والمسبحين لله رب العالمين بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. آية كمان: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. نص القرآن. صلوات. احنا بنقرا القرآن كده بتفوت مننا أمور لا يجب أن تفوت. لا، ما هو ده جمال القرآن. ربنا يفتح لي ولك وللمشاهدين فهما في كتابه. هي فتح من عند ربنا سبحانه طبعا وتعالى. يبقى السؤال دلوقتي: هل الله عز وجل يصلي على أحد بعد الأنبياء والمرسلين بعد سيدنا محمد؟ الإجابة إيه؟ نعم. طب هل ممكن نطلب من ربنا أن يصلي عليه؟ طب نعملها إزاي؟ بالتبعية. وخلي بالك بنقولها كل صلاة جمعة. إزاي؟ أنت بتقول المقدمة: الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. بعد ما بقول الشهادتين بقول إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على